السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيك يا حبيبي؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهارده جايبه لكم وصفة جميلة جدا وسهلة، هي العيش الشامي بس مش في الفرن. طبعا لحد نهاية الفيديو بإذن الله عشان تشوفوا الوصفة ديت احنا عملناها ازاي، والعيش ده طلع شكله جميل ومحمر وطري كده ازاي، وفي البيت وبمكونات بسيطة جدا، مكونات بسيطة بس. طبعا لحد نهاية الفيديو بإذن الله عشان تشوفوا احنا عملنا ازاي العيش اللي من غير فرن، وبطريقة جميلة جدا وبتركات بسيطة خالص، مكونات بسيطة ما فيش ابسط من كده. بس يا رب تعجبكم باذن الله. بس تابعوني لحد نهايه الفيديو، واقول لكل اللي لسه منضمين لقناه سرة في المطبخ ما تنسوش سبسكرايب للقناه مع تفعيل الجرس عشان يوصلكم القناه كل جديد. واحب برضه ارحب بكل متابعين قناتي واقول لهم الف شكر وجزاك الله عني كل خير على الكومنتات الجميله اللي انتم بتكتبوها لي، وربنا يجعلكم ميزان حسناتكم باذن الله، وبالتوفيق ليا وللجميع يا رب ان شاء الله. واقول لكم حبايبي اسيبكم دلوقتي بقى مع الفيديو باذن الله والمكونات اهي. اهلا بكم يا بنات من جديد اهوت. دلوقتي معايا المكونات اهي: كوبايتين دقيق، معلقه صغيره خميره، رشه سكر، معلقه صغيره ملح. ديت كل المكونات اللي معايا، ما فيش اسهل من كده طبعا، مكوناتها موجوده عندنا في كل بيت يعني. تمام. وميه دافيه اهي، ميه فتره يعني ما تكونش سخنه، لا فتره علشان ما تموتش الخميره، وبرده ما تكونش ساقعه من الحنفيه علشان تنشط الخميره، لازم تكون فتره عشان تسرع معايا تنشيط الخميره. بس احنا هنعمل اختبار بسيط كده الاول للخميره بتاعتي. تمام كده. في كوبايه هننزل كل الخميره اللي معايا، معلقه صغيره خميره. تمام. وهنزل عليها كمان رشه السكر وندوبها كويس. تمام كده. وهنا على الدقيق هنحط الملح، معلقه صغيره ملح. تمام كده. وهنحط هنا شويه ميه صغيرين اهوت اهي زي ما انتم شايفين، وهنقلب. دلوقتي يا بنات اهوت احنا قلبنا الخميره هنا مع رشه السكر، احنا عشان ندوبها بس عملتها كده في شويه ميه صغيرين. وهنا الملح اهوت هقلبه دلوقتي في الدقيق، كوبايتين الدقيق. طبعا عايزه تضاعفي الكميه براحتك خالص، ضعفي الكميه زي ما انت عايزه، انا بعمل لك بس نموذج صغير، وانت ضعفي الكميه براحتك. دول كوبايتين دقيق. تمام كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل اهو بالخميره. تمام كده اهي، ما فيهاش اي صعوبه خالص. هندوب الخميره دلوقتي اهي، وهننزل بقى بشويه ميه، شويه بشويه عشان انا عايزاها عجينه متماسكه معايا. تمام كده اهي، بالراحه خالص، شويه بشويه، ميه فتره. تمام. طبعا انا متعوده معاكم ان انا ما بحبش البس جلافز خالص وانا بشتغل في العجين، انا بحب احس ملمس العجين في ايديا علشان اعرف اظبطه واشوف القوام اللي انا عايزاه. بصوا يا بنات انا عجنتها اهو حبايبي، ولمت معايا ما شاء الله العجينه اهي زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده اهي، بعجنها بس شويه صغيرين تخدم معايا، بخدمها يعني. وبعد كده حبايبي انا بغطيها، هي زي ما انتم شايفين اتعجنت كويس. انا بغطيها بقى بكيس نايلون او كيس ستريتش، وبعد كده بسيبها لمده مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع تخمر معايا وتضاعف حجمها. وبعد كده نبدا بقى ان شاء الله تشوفوني وانا بشتغل فيها، وهنشوف احنا هنعمل ازاي العيش معانا. شوفوا يا بنات زي ما انا قلت لكم حبايبي، لو عايزين تغطوها كده وتخلوها تخمر وهي بالمنظر ده عادي خالص، وبعد كده بعد ما تخمر تقرصوها عادي. لكن انا افضل ان انا دلوقتي اللي انا اقرصها دلوقتي وبعدين اغطيها كور كده، وبعدين اغطيها واسيبها تخمر عشان تبقى جاهزه معايا على الفرد على طول، والشغل يبقى اسهل معايا. تمام. بصوا يا بنات الحاجه اللي انت هترص فيها الكور بتاعت العجين، الاول لازم ترش شويه دقيق كده عشان العجين ما يلزقش فيها. تمام كده اهي بكل سهوله. وهنروح واخدين العجينه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنروح رشين كده شويه دقيق كده. تمام يا حبيبي. انا هوريكم التقطيعه، هنقطعها ازاي مع بعض اهو، تقطيعه كويسه ان شاء الله، ما شاء الله عليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تمام. 2 3 4 5 6 7 8
تمام كده. بناخد كل كوره بقى اهيت ونروح لفينها كده، تمام، ونروح سايبينها ايه تخمر هنا، تمام كده اهي. كل كوره اهيت ونسيبها تخمر، نغطيها بقى كويس جدا ونسيبها تخمر. بصي يا بنات انا قرصتها اهوت زي ما انتم شايفين اهوت، ودلوقتي انا هغطيها بكيس نايلون او ستريتش واسيبها تخمر في مكان دافي، طبعا على حسب درجه الحراره والجو اللي عندك. كل ما يبقى الجو دافي عندك وكده هتلاقيها بتخمر معاكي بسرعه جدا، يعني تاخد مثلا نص ساعه ساعه الا ربع. لو الجو فيه بنسبه بروده ولا حاجه هتاخد وقت اطول في التخمير، فانت ما تقلقيش. اول ما تلاقي بس حجمها اتضاعف معاكي تعرفي اللي كده ما شاء الله بدات تخمر معاكي. ودلوقتي ما شاء الله كوبايتين الدقيق شوفوا عاملين لي ايه، عاملين لي 7 ترغيفه ما شاء الله. خليكم معايا لحد نهايه الفيديو باذن الله، وبعد ما تخمر هرجع تاني واوريكم احنا هنعمل ازاي مع بعض العيش الشامي بتاعنا. بصوا يا بنات دلوقتي حبايبي العجين بتاعنا اهو بعد ما خمر اهوت، شايفين ما شاء الله عليه خمر وبقى كله هوا اهوت وتضاعف حجمه شويه. فانا كل اللي هستخدمه معايا هو دقيق اهوت عشان الفرد والتقطيع بتاع العجين والنشابه بتاعتي بس كده. ده كل اللي انا هستخدمه. دلوقتي هاخد كل واحده واحده دلوقتي وهفردها هنا على الرخامه، وبعد كده اللي احنا ايه نشتغل فيها. بصوا يا بنات دلوقتي يا حبايبي انا هاخد رشه من الدقيق كده اهي، تمام كده، وهبدا ان انا ايه رشه كمان خفيفه من فوق الوش كده اهي، وهبدا ان انا ابطط العجين اهي، وافضل كل شويه اللي انا لازم احركها كده، واخد شويه من الدقيق تاني واعمل كده عشان ما تلزقش. وبرضه اعمل كده كل شويه واحرك فيها، ورشه من الدقيق خفيفه خالص علشان ايه ما تلزقش معايا. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم باخد كده شويه بسم الله اهيت، واعمل كده وبفضل بقى افرد فيها مش قوي، انا مش عايزاها رفيعه قوي، مش عايزاها رفيعه قوي. انا بالنسبه لي كده السمك كده كويس. باخد رشه دقيق كده هنا تمام وبركنها شويه اهو زي ما انتم شايفين ماشي، وباخد التانية وبقعد اعمل كده في كل الكميه اللي عندي لحد ما شاء الله ما تخلص معايا اهي. رشه خفيفه خالص من الدقيق اهي ماشي، وبعمل كده اهي وبحركها زي ما قلت لكم كل شويه كده علشان ما تلزقش عندي. بصوا يا بنات دلوقتي بعد ما بططت كل الكميه اللي عندي اهي زي ما انتم شايفين، هاخد اول واحده دلوقتي معايا اهو ماشي اهي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهو تمام. ومعايا هنا طاسه سخنه خالص مولعه عليها، سخنت خالص معايا وطيت النار عليها وبنزل كده بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام. بسيبها بس تتشمع دقيقتين، تتشمع دقيقتين من تحت اهي، دقيقتين بس بحركها كده اهي، بتاخد دقيقتين بس كده وبعدين بقلبها على الوش التاني. خليكم معايا خطوه خطوه وما شاء الله هتشوفوه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بصوا اتشمعت ازاي، ده اللي انا اقصد عليه. شايفين منظرها اهي، تحس ان هي واخدت تشميع ما بقتش عجين كده تلزق في الطاسه، لا تشميعه بسيطه كده. الطاسه ديت انا مخليها للعيش على البوتاجاز اللي انا بعمل فيه. وهي بنات زي ما انتم شايفين يا حبايبي، شايفين ما شاء الله عليه الرغيف عمال بيقب ازاي معايا بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه يعني اهو اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه، شايفين بكل سهوله خالص اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني ما بياخدش اي حاجه ولا اي وقت ولا اي مجهود ولا اي تكلفه ولا اي حاجه، وتاكلي احلى عيش طالع من ايديكي كده، وحاجه نظيفه في البيت وحاجه سريعه كمان، ما خدتش اي وقت. من كوبايتين دقيق ما شاء الله عملنا كميه جميله. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه اهو. بروح موطيه النار كده بقى وبطلع. بصوا يا بنات ما شاء الله عليه اهوت، شايفين ما شاء الله بيقب اهوت من غير اي حاجه خالص اهو، اتنفخ ما شاء الله مع نفسه خالص اهو. معلين بس النار شويه، وما بين كل واحد وواحد تمسحوا الدقيق اللي بيبقى في الطاسه، ما بين كل واحد وواحد تمسحوا الدقيق اللي في الطاسه اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله عليه اهو تمام كده.
مفيهوش اي صعوبه خالص. ما بين كل واحد وواحد تمسحوا بمنديل كده مطبخ، تمسحوا ايه بصوا يا بنات، وادي كانت النهارده وصفتنا جميله اهي زي ما انتم شايفين. العيش الشامي البلدي البيتي معانا ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت. انا عايزاه طري، شايفين طري ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه، يعني طري خالص اهو، ما فيهوش اي حاجه. عايزاه ناشف، عايزاه تطلعيه ناشف، تسيبيه شويه يتحمص اكتر من كده، وشه وظهره طبعا في الطاسه. ما بين كل رغيف ورغيف تمسحي مسحه بالمنديل كده علشان الدقيق ما يحرقش منك العيش. وانا عايزاه طري كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. كوبايتين الدقيق طلعوا لي 7 ترغيفه. فان شاء الله تجربوا الوصفه دي باذن الله، وطريقه العيش في البيت. والعيش اللي هو الطاسه، عيش الطاسه باذن الله يعجبكم باذن الله بقى تجربوه. هي كانت حاجه سريعه كده وحاجه بيتي، مش عايزين اي حاجه تقف في سكتنا وفي طريقنا، نعمل كل حاجه في بيتنا وحاجه نضيفه زي ما انتم شايفين اهوت. يا رب ان شاء الله تجربوه وتطلع النتيجه حلوه ومرضيه باذن الله ويعجبكم. ومش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، وادي كانت وصفتي اهي خفيفه وسهله باذن الله تجربوه، عيش الطاسه. واقول لكم مع السلامه، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه اللي لسه منضمين جداد للقناه. واقول لكم باي باي والسلام عليكم.